ودية باتشوكا. طيب انا من وجهة نظري ان كانت مباراة علقة للاعبي النادي الاهلي خدوها. فريق باتشوكا فريق قوي، لياقة بدنية على مستوى عالي، فريق جاهز، فريق جاي ينافس، فريق جاي يلعب مباراة بجد. اداء، ضغط على لاعبي الاهلي، محاولات على المرمى، وان تو هاد، بيدوسوا في كل الكور المشتركه. لاعبي النادي الاهلي لسه طبعا التشكيل جديد قوي، لسه ريبيرو مش عارف اصلا ممكن اسماء بعض اللاعبين، لعيبه لسه ما شاركتش اصلا في ولا تمرينه زي احمد سيد زيزو. لكن شفنا ملامح، يعني كنا نتمنى كمان مباراه واحده وديه كانت هتبين الدنيا قوي لجمهور النادي الاهلي وريبيرو. ظهر قوي ان محمد هاني هو اللاعب اللي هيلعب، يعني ما ظهرش حاجه جديده بالنسبه لهاني. بيكهام كانت مفاجاه خط الدفاع، قلب دفاع النادي الاهلي احمد رمضان بيكهام اللي مشي من الاهلي ورجع واعارات وكلام من ده. بيكهام هادي في مكانه، طلع كره حلوه قوي، ماهوش بيتوتر، لعيب هادي، وحاسس ان هو خد خبرات كبيره قوي وممكن يشيل الحته دي مكان التوتر اللي حصل في النادي الاهلي في منطقه قلب الدفاع. وخصوصا ان اشرف داري مش في حالته او ما قدمش لحد دلوقتي حاجه تطمن جمهور النادي الاهلي على خط الدفاع. طبعا محمد الشناوي تالق في كورتين، في كوره كانت خطر جدا، كوره كانت انفراد عليه وصدها على مرتين، مره في مره تانية اتشاطت وتالق فيها طبعا الشناوي اساسي. يبقى بيكهام كمان هيبقى بنسبه كبيره هيقنع جمهور النادي الاهلي، كان مفاجاه واقنع من وجهه نظري ريبيرو. وطبعا محمد هاني موجود، محمد علي بن رمضان الراجل يعني في نص الملعب كده راجل راسي قوي، بيطلع كرة حلوه قوي، بيستقبل كرة حلوه قوي في كل مكان في الملعب، بيروح ويجي وشايف الملعب اللي قدامه وبيلعب هجومي. ودي اهم ميزه فيه، ان هو باصص على طول على مرمى الفريق المنافس وبيلعب كرة لقدام مش لورا، ومش بيرجع لحارس مرماه زي ما لعيبه كتير قوي في النادي الاهلي بترجع ممكن من نص الملعب ترجع الكرة ورا لمحمد الشناوي رك ما ينضغط عليه. لكن هو راسي وحلو قوي. زيزو لسه ما اتحكمش عليه، ما لعبش ولا تمرينه مع النادي الاهلي ونزل المباراه، لكن ده اصرار منه ان هو عايز يلعب. ريبيرو كمان عايز يشوفه، متهيألي ان هو لسه هياخد فرصه في المباريات القادمه، مباراه انتر ميامي. طبعا تريزيجيه لا حدث ولا حرج، لعيب مهاري ولعيب وحريف وجون عالمي طبعا احرزه، وباين من اول لقطه ان تريزيجيه مؤثر جامد جدا مع النادي الاهلي. يعني طبعا حمدي فتحي موجود للاعاره، كل الناس عارفه مستوى حمدي فتحي. حمدي فتحي راجل لعيب قوي، وراجل يعني بيمنع كده زي ما تقول، بيعمل منطقه حمايه للمنطقه الخلفيه للنادي الاهلي، وبيبني برده كور حلوه قوي لقدام. دي الملامح ودي اللعيبه اللي ممكن يبقوا موجودين. طبعا جراديشار يعني ما قدمش لسه، برضه لعيب صغير وما قدمش كل اللي عنده مع النادي الاهلي، 21 22 سنه. لكن وسام ابو علي بالتاكيد بعد مباراه فلسطين القادمه هيرجع وهيكون هو الاساسي في مباراه انتر ميامي. امتى بقى مباراه انتر ميامي مع النادي الاهلي؟ هتكون يوم السبت الساعه 3 صباحا، السبت 3 صباحا، يعني الساعة تيجي 11 بالليل يوم السبت، عد بقى 12 واحدة بالليل 2 3، هي المباراة هتكون الساعة 3 صباحا. او هتبقى برضو عشان صباح يوم الاحد، صباح يوم الاحد القادم يبقى المباراه. ده التوقيت اللي هتبقى فيه عشان اللخبطه للناس. طبعا بنتمنى، طبعا كان في مجموعه من الجماهير ايضا حاضره في المباراه، حاجه كويسه جدا. النادي الاهلي يبقى فيه شغف كده وحضور جماهيري للنادي الاهلي ودعم واستمراريه، هتبقى حاجه كويسه جدا. مباراه انتر ميامي العالم كله هيتفرج عليها، المباراه مذاعه على قناه الMBC اكشن. طبعا شفنا المستشار تركي الشيخ بقى وبيدعو ابراهيم فايق اللي لبس الفانلات الحمراء فانلات النادي الاهلي، والاستوديو هيبقى كله استوديو احمر من لاعبين ونجوم سابقين للنادي الاهلي. المباراه هتكون مذاعه على قناه MBC اكشن. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الافتتاحيه لكاس العالم للانديه، وكل التوفيق ايضا لريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. راجل جاي في فتره قليله قوي، يعني عشان نقدر ان احنا نحكم عليه هيبقى يعني صعب قوي، لكن نتمنى له التوفيق ونتمنى للنادي الاهلي التوفيق.